صباح أو مساء الخير عزيزي بطل 5 ابتدائي. معاك أستاذة رضوى يوسف معلمة اللغة العربية على منصة الخطة. حصة جديدة ودرس جديد، حاجتك الساقعة أو السخنة حسب الأحوال الجوية عندك. ويلا نشوف الكلام على إيه. إن شاء الله النهاردة هنبدأ حصتنا بدرس من دروس القراءة اللي هو كيف يصبح العالم أجمل. بيبدأ الدرس بتاعنا عنوانه سؤال: يا ترى كده من وجهة نظرك إزاي ممكن نخلي العالم اللي إحنا عايشين فيه ده أحلى وأجمل؟ تعال نشوف مع بعض. فاجأ الأب ابنه بسؤال قائلا، يعني زي ما انا كده فاجئتك بالسؤال ازاي العالم يكون اجمل، نفس الحاجه دي عملها اب مع ابنه. ساله قال له ايه؟ يا طارق، ابنه كان اسمه طارق، كيف يصبح العالم اجمل؟ يا ترى يا طارق ازاي تتخيل ان الدنيا دي هتكون احلى واجمل؟ مرت لحظات من التعجب، من الحيره، كان محتار طارق لانه اتفجع من السؤال، ما كانش مجهز له قبل كده. من التعجب على طارق، ثم بدأ يفكر في إجابة السؤال، بدأ كده إيه يجمع السؤال ويبدأ يفكر في إجابة عشانه. ظهرت الحيرة على وجهه، بان قد ايه هو يعني محتار يعني مش عارف يقول ايه الاجابه بتاعته، بانت فين على ملامح وشه. فقال له الاب، قال له عشان يسهل عليه الموضوع: ساصحبك، يعني سارافقك غدا الى مكان، بكره ان شاء الله هنروح مع بعض مكان حيث ستعرف اجابه السؤال. هوديك حته تعرفك اجابه السؤال اللي انت احترت ومعرفتش تجاوب عليه ده. ألح طارق على والده. ألح يعني كرر السؤال كتير، يعني من الآخر كده بالعامية قاعد يزن على باباه: بابا إحنا هنروح فين؟ ليعرف المكان. فأخبره أنه مهرجان عالمي للمصنوعات اليدوية. قال له إحنا هنروح مكان مهرجان كده عالمي، زي احتفال كده صغير جمعين فيه ناس من جميع أنحاء العالم، بيعملوا إيه؟ مصنوعات، مشغولات يدوية بإيديهم. المصنوعات اللي هي إيه؟ المشغولات، حاجة بتتعمل بالإيد. طيب يدوية يعني ايه؟ يعني باليد، يعني اللي هيعملها انسان. عكسها ايه؟ عكسها آلية، يعني هتعملها آلة. تمام. في صباح يوم المهرجان، لما بقى جه اليوم بتاع اللي هو الاحتفال اللي هيحصل ده، شعر طارق بالحماس. احس طارق ان هو الدنيا مش سايعه. طارق زميلنا كان مبسوط جدا ان انا هروح الاحتفال، اكتشف اجابه السؤال اللي امبارح بابا ساله لي ما عرفتهوش. طيب وعندما وصل اندهش من الوان الازياء التقليديه. الازياء التقليديه اللي هي الملابس التي تخص كل شعب بعينه، شيء تقليدي خاص بيك انت كشعب مميز، انت تتميز بيه. الازياء اللي هي الملابس، ومفردها ايه؟ مفردها زي. طيب والاصوات التي تملا المكان. يبقى اول ما وصل طارق صاحبنا، اللي لفت انتباهه، لو جالك سؤال ما الذي لفت انتباه طارق؟ احنا اتفقنا ان ده درس من دروس القراءه. دروس القراءه عندي بيكون فيها القطعه موجوده ولا مش موجوده؟ بتكون موجوده. فمهم جدا ان انت بس ايه تعرف المرادفات، لان كده كده المعلومات احنا هنرجع للقطعه عشان نطلعها. طيب يبقى اللي دهشوا اول حاجه كانت الالوان بتاعت الازياء التقليديه، الملابس اللي هي المحليه بتاعت كل بلده. وتاني حاجه الاصوات التي تملا المكان. تملا يعني تعبئ المكان، وعكسها ايه؟ عكسها تفرغ. تمام. طيب رأى أجنحة تمثل مختلف البلدان. هنا أجنحة مقصود بها جناح الطائر؟ لا، أجنحة تمثل مختلف البلدان يعني أماكن وجوانب. يعني إحنا كأننا كده في أوضة كبيرة فيها مجموعة من الناس المختلفين، كلهم إيه؟ جايين يعرضوا الحاجات، المشغولات اليدوية بتاعتهم. كل واحد أخد له إيه؟ ترابيزة صغيرة. يبقى دي بنسميها إيه؟ إن كل واحد أخد جناح، يعني أخد جانب أو مكان من المعرض أو من المهرجان. فبالتالي هنا رأى أجنحة هنا مفردها جناح واحد، جناح بفتح الجيم، خلي بالك. ومقصود بيها هنا ايه؟ مش جناحات الطائر، لا، الاجنحه هنا مقصود بيها الاماكن والجوانب الخاصه بالمكان، وكل جناح منهم يمثل بلد من البلدان. تمام. طيب كل جناح مليء يعني ايه؟ يعني ممتلئ. وعكسها ايه؟ عكسها فارغ بالمصنوعات اليدويه التقليديه. كل بلده عارضه المصنوعات اللي هي بتتميز بيها، او الحرفه اللي هي بتتميز بيها. يعني مثلا نفترض ان احنا الزي المصري غير ايه؟ غير الزي السعودي، غير اي زي تاني. كل بلد ليها الزي بتاعها، ليها الالوان بتاعتها، ليها الطريقه اللي بتصنع بيها الحاجات، صح؟ فكل ترابيزه من الترابيزات او كل جناح من الاجنحه اللي موجوده، من الجوانب الموجوده، كان فيها ايه؟ كان فيها مصنوعات يدويه تقليديه. وفيه اشخاص يرتدون ملابس تقليديه مميزه. ومفرد اشخاص ايه؟ شخص. والاشخاص اللي هي ايه؟ الافراد. يعني كان كل واحد لابس لبس الرسمي لبلده او الزي التقليدي لبلده اللي هو الخاص بالشعب بتاعه، وايه؟ وبيعرض المشغولات بتاعته. ويتحدثون بلغات غريبه بالنسبه له. بيتكلم بلغه انا مش فاهمها. طب ليه طارق صاحبنا ما كانش فاهمها؟ لان كل واحد بيتكلم لهجه بلده، اللهجه المحليه، اللهجه اللي خاصه بالبلد. فبالتالي دي كانت بالنسبه له غريبه يعني ايه؟ يعني غير مألوفه، يعني انا مش بتعامل بيها في حياتي العاديه. عكس غريبه ايه؟ عكس غريبه مألوفه.
بعد ما طارق بقى ايه خلاص اتفرج كده على الموضوع من بره، بدأ طارق جولته من الجناح الافريقي، اتجه لناحيه بقى المكان، بدأ يكتشف الموضوع من جوه. دخل اول حاجه ايه الجناح الافريقي، يعني راح للمكان ايه اللي الافارقه هم اللي بيعرضوا فيه المنتجات بتاعتهم. حيث رأى، شاف ايه بقى في الجناح الافريقي؟ ايه الشكل اللي كان موجود في المكان ده؟ رأى ايه؟ اشخاصا يعرضون مشغولات يدويه ذات الوان زاهيه. ان هو لقى المشغولات اللي قدامه الوانها زاهيه يعني مشرقه وعكسها باهته. يعني كان الجناح الافريقي مميز بايه؟ بالوانه الزاهيه، ان كل المشغولات اللي فيه كانت مليئه بالالوان، ومفرد الوان ايه؟ لون واحد. وقد لاحظ ان ملابسهم مصنوعه من اقمشه مزخرفه. مزخرفه ان احنا بنتكلم عن ايه؟ يعني ايه زخرفه؟ يعني ان هي فيها نقوشات، تمام؟ يعني مزينه، تمام؟ طيب يعني هو اول حاجه لاحظها في الجناح الافريقي، اول حاجه ان المصنوعات او المشغولات اليدويه كلها الوانها زاهيه مشرقه وليست باهته. تاني حاجه ان هو لاحظ ان الالوان بتاعه الهدوم بتاعتهم اللي هم لابسينها، الازياء بتاعتهم، كان الزي التقليدي اقمشته مزخرفه. الزخرفه اللي هي ايه؟ اللي هي النقوشات. فبالتالي هنا دي معناها ايه؟ معناها انها مزينه، يعني مليانه اشكال حلوه ومبهره. وحاول التحدث معهم، حاول ان هو يفتح معهم كلام، ولكن والده اخبره ايه بقى؟ انهم يتحدثون لغه افريقيه محليه، وبيتكلموا بلغه البلد بتاعتهم، انت مش هتفهمهم، اللغه بتاعتهم مختلفه عنك. محليه يعني ايه؟ قصده لغه اهل البلد، يعني اللغه ايه؟ اللغه بتاعت البلد نفسها، وعكس محليه ايه؟ عالميه. طيب حاول طارق تقليدهم في نطق بعض اسماء المشغولات بلغتهم، فابتسم الجميع وشجعوه. طبعا كان بينطق غلط، زي بالظبط انك اول مره مثلا تتكلم ايطالي او فرنساوي او الماني، لغه انت اول مره تتكلم بيها بغير العربيه، اكيد هتتكلم بايه؟ بطريقه مكسره. فهم ابتسموا وعملوا ايه؟ وشجعوه. هل اتضايقوا منه؟ بالعكس شجعوه، وايه كانوا مبسوطين ان هو بيحاول ان هو يقرب لهم وان هو ايه يتكلم بلغتهم. طيب هل لغايه دلوقتي وصلنا لاجابه السؤال؟ لا، احنا بس بدانا ايه؟ اول فقره في الرحله اللي هي رحله ايه؟ الجناح الافريقي. تعالوا نشوف اسئله عليها، بعد كده نكمل الرحله مع باقي الاجنحه. استخرج من الفقره، استخرج منين؟ من الفقره. يبقى انا عشان اجيب المعنى هرجع لفين؟ هرجع للفقره. مرادف مشرقه، قلنا مشرقه معناها ايه؟ يعني ايه شيء مشرق؟ يعني شيء زاهي، صح؟ طب بالتالي هنا لما اجي اقول لك الوان زاهيه يعني الوان مشرقه وعكسها باهته، يبقى مرادف مشرقه هنا ايه؟ مشرقه بتساوي زاهيه، انا جبتها من القطعه. تمام؟ تمام. نشوف اللي بعده. مضاد شجعوه، عكس ان انا اشجع الشخص. يعني هنا بيقول ايه؟ لما الناس تقول هو بيحاول، عملوا ايه؟ شجعوا. وعكسها ايه؟ هنا احنا مش هنستخرجها من الفقره، هنا احنا اللي هنقول بس ايه المضاد. هنا عايزين مضاد شجعوه، شجعوه مضادها ايه؟ احبطوه. تمام؟ تمام. شوف اللي بعده. اتصفت المشغولات اليدويه، يعني ايه اتصفت؟ يعني كان لها سمات، كانت ايه هي الصفات اللي فيها المشغولات اليدويه في الجناح الافريقي؟ كانت ضخمه، ولا قيمتها مرتفعه يعني غاليه، ولا بساطتها انها كانت بسيطه، ولا كانت الوانها زاهيه؟ ميس انا كده كده عندي قطعه، ده نص ايه؟ ده نص قراءه مش نص استماع، فعادي جدا ارجع للجزء ده. بيقول ان هي اتسمت بايه؟ ان الاشخاص بيعرضوا مشغولات يدويه ذات الوان زاهيه. يبقى الصفه اللي قالها لي المشغولات انها مالها؟ الوانها زاهيه، الوانها مشرقه وليست باهته. يبقى الضخامه لا، ما قالهاليش، ولا السعر اتكلم عنه، ولا اتكلم عن البساطه، ولكن اتكلم عن الالوان. طيب تحدث الاشخاص في الجناح الافريقي لغه عالميه محليه رقميه سريه. قال لك ايه لما حاول يتكلم معاهم؟ بابا قال له ايه؟ قال له خلي بالك انت مش هتفهمهم. ليه؟ لانهم يتحدثون لغه افريقيه مالها؟ محليه. اسهل حاجه في القراءه ان الاجابات كده كده قدامك، انت مش محتاج ايه تفكر غير في المرادفات. فعشان كده بقول لك اهم حاجه ايه؟ المرادفات. احفظ المرادفات كويس وما تراكمش عليك درس بدرس، احفظ مرادفاته. لغه كانوا بيتكلموا لغه عالميه لا، ولا رقميه ولا سريه، ولكن كانوا بيتكلموا اللغه المحليه اللي بيتكلموا بيها ايه؟ في بلدهم الام. طيب الناس عندما حاول طارق تقليد نطقهم في الجناح الافريقي عملوا ايه؟ ابتسم الناس، ولا غضب الناس، ولا سخروا يعني اتريقوا منه، ولا انصرفوا يعني بعدوا عنه؟ وقال لك ايه اللي حصل؟ لما حاول يقلد المشغولات اسمائها بطريقتهم عمل ايه؟ ابتسم الجميع. يبقى عملوا ايه؟ الناس ابتسمت وكانوا مبسوطين هو بيحاول ان هو يقرب لهم ويتعلم لغتهم. فسخر لا طبعا، ما اتريقوش عليه ولا انصرفوا عنه ولا اتضايقوا، ولكن ابتسموا وايه؟ وشجعوا. طيب ما الذي لاحظه طارق في الجناح الافريقي؟ ايه الحاجه اللي لاحظها؟ دي هتجيبها منين؟ من القطعه. ان هو لما بدا طارق جولته في الجناح الافريقي راى اشخاص يعرضون مشغولات يدويه، ولاحظ ايه بقى؟ يلا بينا من اول هنا. لاحظ. مين اللي لاحظ؟ طارق. لاحظ ان ملابسهم مصنوعه من اقمشه مزخرفه، وحاول التحدث معهم. لا دي جزء جديد، هو اللي لاحظه ان هدوم مالها مزخرفه. يعني ايه؟
يعني ان هي مليانه بالنقوشات، يعني ان هي مزينه. ماشي، يلا نشوف. لاحظ ان ملابسهم مصنوعه من اقمشه مزخرفه، يعني مليئه بالزخرفه، يعني مزينه. يلا الفقره الثانيه عشان نشوف هنوصل لاجابه السؤال المره دي ولا لسه في فقره كمان. انتقل طارق الى الجناح الاسيوي، يبقى اول حاجه بدا بالجناح الافريقي، بعد كده راح لايه؟ للجناح الاسيوي اللي هو دول اسيا، حيث راى منتجات مصنوعه فين بقى؟ في الصين واليابان وكوريا. ممكن يقول لك اكمل، عندما انتقل طارق للجناح الاسيوي راى مصنوعات مثلا لبلدان ايه؟ هتقول الصين واليابان وكوريا. تمام. واعجب، يعني عجبته جدا كثيرا ايه؟ بحقائب واحذيه مصنوعه يدويا ذات اشكال مدهشه، يعني ايه؟ رائعه. طيب يجي يقول لك ما اكثر ما اعجب طارق في الجناح الاسيوي؟ هتقول ايه؟ اعجب بكثير من الحقائب والاحذيه المصنوعه يدويا ذات الاشكال المدهشه. كل ده بجيبه ايه؟ من القطعه. وكانت احدى السيدات ترتدي زيا تقليديا. يا ترى الزي التقليدي بتاع دول اسيا عامل ازاي؟ يسمى الكيمونو. يسمى الكيمونو اللي هو ايه ده بالظبط؟ هو ده بالظبط الزي التقليدي اللي بنسميه الكيمونو. طيب مصنوعا من ايه بقى؟ مصنوعا من الحرير ومزينا برسوم زهريه. اللون الزهري كان هو ده اللي ايه؟ اللي مزين الهدوم. يعني ايه؟ يعني منقوش بيه الهدوم. يبقى معناها كده ايه؟ ان كان يغلب على الكيمونو اللي هي كانت لابساه ان هو كان لون الزهري. طيب يبقى احنا عندنا هنا طلعنا معلومات كتيره قوي من القطعه دي، ان احنا عرفنا هو ايه اللي عجبه في الجناح الاسيوي، عرفنا اصلا ايه الدول الموجوده في الجناح الاسيوي، عرفنا ايه كمان؟ ان الزي التقليدي اسمه ايه؟ اسمه الكيمونو، وهو مصنوع من ايه؟ من القطن ولا الحرير؟ من الحرير، برافو عليك. وان هو كان مزين برسوم ايه؟ زهريه. طيب آخر حاجة بقى هو كان الجناح العربي، وفي الجناح العربي رأى المنسوجات والأباريق، مفرد الأباريق النحاسية، مفرد أباريق إبريق، والإبريق اللي هو بيتحط فيه يعني غالبا بيتحط فيه مية، ولكن بيتحط فيه أي مشروب عموما. تمام. مفرد الأباريق إيه؟ إبريق. كان مصنوعة من إيه؟ نحاسية ولا حديدية؟ كانت نحاسية، مصنوعة من النحاس التقليدية. ولاحظ أن الملابس العربية بسيطة وأنيقة، يعني جميلة. يعني كان العربي بيرتدي ملابس بسيطة وما فيهاش زينة كتير، ولكنها كانت جميلة، كانت أنيقة. وعكس إنها جميلة إيه؟ تكون قبيحة. تمام. طيب مثل الثوب الأبيض. الثوب الأبيض والغترة. إيه الغترة؟ الغترة اللي هي دي الشماغ ده اسمه غترة، اللي هو غطاء للرأس. تمام. ده بيلبسوه مين؟ بيلبسوه لغاية دلوقتي بيلبسوه الناس في دول الخليج، فكانوا بيرتدوا ايه؟ ثوب ابيض وايه؟ وغترة اللي هو القفطان، وكانوا بيلبسوا كمان ايه؟ الغترة. طيب جلس طارق مع احد العارضين وتحدث معه. ده بقى تحدث معاه ليه؟ لان ده الجناح العربي هيتكلم لغتنا. تمام. اتكلم عنه عن ايه بقى؟ كان ايه الكلام اللي ما بينهم؟ عن طريقه النقش على النحاس. ازاي الاباريق النحاسيه دي مرسوم عليها الاشكال دي؟ ازاي منقوشه بالشكل ده؟ ثم تابع زياره الاجنحه الاوروبيه والامريكيه والاستراليه، وهو منبهر مندهش باللي بيشوفه. يبقى هنا بعد ما خلص الجناح العربي زار اجنحه ثانيه اللي هي ايه؟ الاوروبيه والامريكيه والاستراليه. باكد عليك تاني الاجنحه هنا مش اجنحه الطائر، ولكن الاجنحه هي ايه؟ اماكن وجوانب، ومفردها جناح بفتح الجيم او الجيم لو هنتكلم باللغه العربيه الفصحى. يلا نخش على الاسئله على طول. مفرد اجنحه مفردها ايه؟ جناح بفتح الجيم. برافو عليك. جانح لا، ولا جنحه، ولا شيء مما سبق، ولكن هي جناح. نشوف اللي بعده. مضاد تحدث يعني ايه؟ يعني تكلم. وعكسها ايه؟ عكسها سكت، صح؟ يبقى هنا تكلم دي المرادف. احنا عايزين ايه؟ عايزين مضاد تحدث سكت. نشوف اللي بعده. مرادف غترة. قلنا الغترة اللي هي بيرتديها مين؟ الرجل على رأسه. هل هو غطاء لرأس المرأة؟ لا، ده الحجاب اللي غطاء لرأس المرأة. غطاء لرؤوس الأطفال ما بنغطيش رؤوس الأطفال كده لا شيء مما سبق، لا طبعا، لكنه غطاء لرأس الرجل، حاجة بيلبسها الراجل كزي تقليدي. عن أي شيء تحدث طارق في الجناح العربي؟ على نرجع لما جاء قعد مع احد العارضين، الناس اللي بتعرض المنتجات بتاعتها، تحدث عن ايه؟ تحدث معه عن ايه؟ عن طريقه النقش على النحاس. تمام. يبقى تحدث معه عن طريقه النقش على النحاس. تعال نشوف. تحدث طارق عن طريقه النقش على النحاس مع احد العارضين. يلا الفقره اللي بعدها اللي هي الفقره الثالثه، وفي نهايه المهرجان خلاص كده احنا هنوصل لاجابه السؤال بتاعنا: كيف يصبح العالم اجمل؟ اجتمع الجميع في الساحة الرئيسية، كل الناس اتجمعت في الساحة الرئيسية بتاعة المكان. عرض كل جناح منتجا من منتجاته، كل واحد عرض
احسن منتج عنده، ثم اندمجت يعني اختلطت، وعكسها انفصلت. اندمجت يعني اختلطت كل المنتجات كانها تكون لوحة رائعة. لما كل منتج بألوانه بتفاصيله باختلافه يتجمعوا كلهم كده في حتة واحدة، بقى كأنها لوحة جميلة جدا. اجتمعوا مع بعض وكونوا مع بعض لوحة وشكل جميل. أدرك هنا بقى، عرف طارق أدرك طارق أن الجميع مختلف، كل واحد له أفكاره، له أزياءه، له تقاليده، ولكن اللوحة الجميلة لا تتكون من لون واحد. لو انت عايز ترسم رسمه حلوه مستحيل ترسمها باللون الابيض بس او الاسود بس او لون واحد بس، لازم تنوع في الالوان. البحر له لون، الاشجار لها لون، كل تفصيله في اللوحه لها لون، وده هو الجمال الحقيقي، دي اللوحه الجميله. طيب، قال طارق لوالده: لقد رأيت اليوم أن كل ثقافة لها عاداتها الخاصة، لها التقاليد الخاصة بها، وملابسها المتميزة، الحاجة اللي تخصها من ناحية الملابس والزي التقليدي، ولغتها الجميلة اللي هي اللغة الإفريقية اللي ما فهمهاش في أول مرة خالص لما راح الجناح الأفريقي، ومنتجاتها التقليدية اللي هم مخصوصين بيها، ولكن عندما نجتمع نصنع شيئا أجمل. أجمل يعني أروع، وعكسها عكسها أقبح. تمام؟ طيب، ابتسم والده وقال: هذا هو جمال التنوع يا طارق، عندما نحترم اختلافاتنا يصبح العالم أجمل. قلنا أجمل أروع وعكسها أقبح. يبقى كده كان إجابة السؤال ليه بابا ده المهرجان؟ عشان يعرفوا إن الجمال في الاختلاف مش التشابه، مش الشطارة أو الحاجة الحلوة إن أنا وأصحابي الفصل كلنا لنا نفس الرأي، كلنا نفس التفكير، ولكن إن كل واحد يكون له اختلافه ويكون له شخصيته المميزة. هو ده الجمال. يبقى كيف يصبح العالم أجمل؟ للاختلاف والتنوع، وعن طريق ان احنا نحترم هذا الاختلاف، مش نختلف وان احنا نفضل نغلط في بعض عشان احنا مختلفين، لا، نحترم هذا الاختلاف. طيب، نخش على الاسئله على طول. اندمجت، توافرت لا، ولا تشابهت، ولكن اختلطت، وعكسها عكسها انفصلت. طيب، نشوف اللي بعده. اجتمع، عكس اجتمع الناس يعني افترق الناس او تفرق الناس. هل هي جلس؟ لا، ولا اختلف ولا تاخر، ولكن تفرق. هنا بيقولوا اجتمعوا في مكان واحد، عكسها تفرقوا من هذا المكان. نشوف اللي بعده. في نهايه المهرجان اندمجت كل المنتجات كانها تكون قال لك هتكون بتكون لوحه، كانها تكون لوحه رائعه. صح؟ جبناها منين؟ جبناها من القطعه. انت مش محتاج ان انت تسمع حاجه من دماغك، يبقى كانها تكون لوحه رائعة. تمام. يلا نشوف اللي بعده. عندما نجتمع ونتعاون رغم اختلافنا نستطيع تعالى كده، ايه اللي احنا نقدر نعمله؟ بيقول لك لما احنا نختلف، تعالى نشوف السؤال هنا كان عايز يكمله لك. نستطيع ان لو احنا اجتمعنا وتعاوننا رغم الاختلاف، هنستطيع ان نجعل العالم صح؟ هنجعل العالم اجمل. يبقى هنا بيقول لك لو احنا اندمجنا، والد طارق في اخر الابيات، في اخر القطعه قال له: هذا هو جمال التنوع يا طارق. لما احنا نحترم اختلافاتنا، النتيجه اللي هيحصل ان هيصبح العالم اجمل، وهنصنع شيئا اجمل. تمام. يبقى عندما نجتمع نصنع شيئا اجمل. تعال نشوف. نستطيع ان نصنع شيئا وعالما ماله أجمل، يعني أروع، وعكسها أقبح. برافو عليك. أجب. كيف عبرت المنتجات المختلفة عن جمال التنوع؟ إزاي إن كان كل فكرة إن كل حد ليه المنتج الخاص بيه والتقليد الخاص بيه، ده عبر عن جمال التنوع. تعال نشوف. طيب، عن طريق أن كل ثقافة لها عاداتها الخاصة وملابسها المتميزة ولغتها الجميلة ومنتجاتها التقليدية، ولكن عندما نجتمع نصبح شيئا أجمل. إن هنا لما المنتجات كلها اندمجت مع بعضها كونت لوحة رائعة. تمام. يبقى فكرة إن كل منتج كان مختلف عن التاني، ده أدلنا إن إحنا أدركنا إن إحنا عرفنا إن لو الجميع مختلف ده هيكون لوحة جميلة. طيب، انا مضطر يا ميس اكتبها بالنص من القطعه؟ لا، انت ممكن تعبر باسلوبك عادي جدا. الاسهل ان انت تجيبها من القطعه، عشان لو انت ممكن مش عارف تعبر باسلوبك، لو انت مش عارف تجيبها من نص القطعه او مش حابب وعندك طريقه تعبر بيها، عبر باسلوبك عادي جدا. هنا بيقول عن طريق عرض ان كل ثقافه لها عاداتها الخاصه وملابسها المتميزه، هو ده الاختلاف اللي في المنتجات، ولغتها الجميله ومنتجاتها التقليديه، ولكن عندما تجتمع، لما اجتمعوا مع بعض صنعت شيئا اجمل. يبقى بالتالي انا من القطعه اللي استنتجته ان انت لما قلت لي ان كل بلد ليها منتجاتها وليها لغتها وعاداتها الخاصه، ده خلانا نوصل
حاجه اجمل ان الاجتماع ده عمل لنا، لما اجتمعوا في الساحه حصل ايه؟ صوره كبيره حلوه. كده عزيزي الطالب جاوبنا على سؤال كيف يصبح العالم اجمل عن طريق ان احنا ايه؟ نتنوع ونختلف ونحترم الاختلاف. مش بس احنا نختلف عن بعض ونتخانق ونتشاجر مع بعض في موضوع الاختلاف ده، لا احنا نحترمه ونحترم ان العالم عباره عن لوحه جميله مليئه بالالوان المختلفه والافكار المختلفه. كده نكون خلصنا الشرح، مستنياك في اهم الافكار ان شاء الله نطبق على القراءه، نثبت مع بعض المفردات عشان اهم حاجه في القراءه ايه؟ المفردات. مستنياك في اهم الافكار، اوعى تروح في اي حته.